شهر نوفمبر. طبعا انا عارفه ان احنا متاخرين وما نزلناش بدايه شهر 10، بس اللي متابع الستوري عندي عارف الستوري بتاعتي، وبجد ما كنتش قادره خالص 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 ان انا ابقى بنزل محتوى مختلف عن المحتوى الاساسي بتاعي وشغلي اللي واخد كل وقتي. فطبعا بعتذر جدا جدا، وانا عارفه ان انتم مقدرين. ويلا بينا ندخل على دايت شهر 11. طبعا انا كاتبه هنا انه عايزين نستغل شهر 10 و11 و12 علشان نخس، فخلينا نستغل 11 و12 و1 علشان نخس. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي دايت وهقول لكم التفاصيل. احنا عايزين نخس قد ايه؟ خلينا مثلا نحط تارجت كده ونخس 6 كيلو. طبعا 6 كيلو ده بالنسبه لك ولا حاجه، انت عايزه تخسي 20 30 كيلو، و6 كيلو دول يعملوا لك ايه؟ واستهيني بيهم قوي وانت مش عارفه ال6 كيلو دول ممكن يبقوا شكلهم عليكي عامل ازاي، وهيخسسوكي ويغيروكي بشكل كبير ازاي. فاسمعي كلامي كده بس، وتعالي نعمل دايت متوازن وفي كل الاكل ومن غير حرمان ولا اي حاجه، علشان نخس براحه نفسيه ونخس صح. اوكي يلا بينا. اول حاجه احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين كالعاده بنقول ايه؟ بنشرب ميه كتير. بتهيألي حفظناها بقى. ممكن لو سمحتوا تمشوا بازازه الميه بتاعتكم، لو سمحتوا ازازه ميه، كوبايه الميه، اتصرفي ويبقى معاكي ميه طول الوقت. عايزين كمان ان ما نبقى عارفين كده مفيش فري خالص اول 10 ايام. 10 ايام مش اسبوع، 10 ايام مفيش ولا وجبه فري. الوجبه الفري هناخدها بعد اول 10 ايام، وهتكون وجبه واحده وهي وجبه الغداء، لازق فيها حاجه حلوه لو انت بتحبي تحلي، ونكمل بقيه اليوم دايت عادي خالص. بعد كده هنتحرك زياده، وعندنا كمان كام مشروب كده عايزين نشربهم. شاي اخضر، لو عندك مورينجا اوكي، عندك ماتشا اوكي، عندك كمون بليمون بنعناع بقرفه، اعملي خلطتك كده واشربيها. المهم ان انت يبقى عندك مشروبات تريح القولون وتخلينا ندخل التويلت كويس قوي، فنحس ان احنا خفاف وبطننا مش منتفخه، وده احساس حلو قوي نفسيا، يخلينا حاسين ان احنا خفاف كده وبنخس. يا ريت نتمشى، يا ريت نتمشى يوميا، يا ريت. لو ما قدرناش يبقى 3 مرات في اليوم. وقد ايه؟ من 20 دقيقه وانت طالعه، ابتدي ب 20 دقيقه وبعد كده انت وشطارتك. في ناس تقدر تخس اكتر من 6 كيلو، ده اكيد، ده اكيد. انت وشطارتك، انت وحركتك الزياده، انت وميتك الزياده، انت وتقليلك للنشويات، انت وعدم لخبطتك الزياده، وهكذا. اول حاجه الفطار، هنختار ايه؟ هنختار من الوجبات اللي انا هقولها لكم دي، وانتوا كملوا عليها. عايزين تكرروا اليوم اعملوا اللي انتوا عاوزينه. اول حاجه انا عندي مشروب يومي، شاي بلبن او نسكافيه ثابت معايا عادي جدا. السكر معلقتين في اليوم فقط، وزعيهم على مشروباتك ماليش دعوه، او استخدمي بديل للسكر. والبديل مش عسل، مش عسل، العسل سعراته عاليه، هو بديل صحي بس هو سعراته عاليه. الفطار معايا توستايه واحده او ربع رغيف، معاهم بقى بيض مسلوق، بيضه 2 براحتك. معاها مع البيض المسلوق ده ممكن قطعه جبنه، اي نوع جبنه، مش جبنه صفراء، جبنه بيضه. او طبق فول اللي هو 4 أو 5 معالق من الفول، عليهم بيضه مسلوقه مع حته جبنه والربع رغيف والشاي بلبن. انا كده ببقى فل، مش قادره. عندي شكشوكه، اختار كده اعمل طبق شكشوكه حلو كده بالبصل وبالفلفل وبالطماطم وبالبقدونس، واحيقه كده حلو، وملح وفلفل وكمون، والربع رغيف البلدي اللي هو انا عارفه الربع رغيف بقى قد كده، خليه نص رغيف اوكي. وبعدين هنعمل ايه كمان؟ ممكن نحط معاه حته جبنه لو انت بتحبي الجبنه البيضاء، كوبايه الشاي، وشكرا كده الفطار تمام. عندنا بقى بعد كده الفطار برضو ممكن يبقى بانكيك على فكرة. لو بتحبي البانكيك ممكن تعمليه بالشوفان، دقيق الشوفان، نص كوباية من دقيق الشوفان، عليها معلقتين زبادي، عليها ربع كوباية لبن، عليها بيكنج باودر رشة، رشة فانيليا، والبيضة، وخلاص على كده. واضربي اضربي كل الكلام ده على بعضه، واعمليه في طاسة ما بتلزقش بمسحة زيت كده، وكله هيبقى تمام. البليله ممكن تحطيها في الفطار، مفيش اي مشكله، بس تاخدي بالك من اللبن، فحطي ميه بليله ازيد.
عندك بقى الغدا من اكل البيت. انا معرفش انت طبخه ايه، فلو طبخه خضار ورز كلي من الخضار اللي انت عايزاه، خدي الطبق اللي انت عايزاه، حتى لو الاكل ده مثبت مفيش مشكله. مشكلتي كلها في الرز وفي المكرونه، هم 4 معالق رز. اوكي. عايزه تحطي طبق سلطه ما فيهوش اي مشكله، فله شمعه منوره. عايزه تحطي طبق شوربه مع اكلك، يا ريت تبتدي بالشوربه دي، ده يبقى يوم المنى. ابتدي بطبق شوربه عدس، طبق شوربه بروكلي، طبق شوربه خضار، مفيش اي مشكله خالص. انا مشكلتي كلها فين؟ في الغدا، في الرز وفي المكرونه. والمقلي ممنوع يا فندم. اوكي، مفيش مقلي خالص. عايزه بقى بعد الغدا تحلي، بتحلي بتمرتين، بتحلي بقطعه شوكولاته دارك، بتحلي بفاكهه، بتحلي بعلبه زبادي بالفاكهه مع ان فيها سكر بس تمام. احيانا كده ممكن علبه زبادي يوناني بالفاكهه كده حلوه، بتبقى حاجه حلوه لذيذه. بس لزق على طول وتحلي على طول لزق في الغدا. اوكي. كوبايه الشاي بتاعتك وكده تمام جدا. وزعي بقى المشروبات اللي قلتها لك في الاول دي على يومك اي وقت. العشاء طبعا انت في الغدا بقى ما يعني ممكن تحطي فريك، ممكن تحطي فراخ مشويه، ممكن تحطي اي نوع شوربه. هو بس ممكن نبص بصه كده على الرز والمكرونه، بقيه الاكل كله معاكي يا فندم. عندك العشاء هيبقى لذيذ قوي 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 لو انت جعانه قوي قوي واخدتي طبق شوربه عدس. طبعا مفيش بقى زبده كتير، مفيش طشه كتير، مفيش توم عشان ما يوجعش البطن، بس ممكن تبقى شوربه بروكلي، ممكن تبقى شوربه عدس، ممكن تبقى شوربه خضار بالفراخ، كل ده مفيهوش مشكله. ممكن يبقى بيض مسلوق من غير عيش، ممكن تبقى جبنه بيضه قريش عليها فلفل الوان وطماطم وخيار ورشه زعتر ورشه زيت زيتون، تتاكل مع الرايس كيك دي اللي هي الرز ده اللي عامل زي الفل ده. واحدة أو 2 مفيش مشكلة. بالليل ممكن تاكلي زبادي وفاكهة، ممكن تاكلي شوية بوب كورن، ممكن تاكلي إيه كمان في العشاء. العشاء ممكن يبقى أي بروتين، سلطة تونة، اختاري أي حاجة، بس بعبع العشاء هو العيش والسكر طبعا، وبعبع الغدا هو الرز والمكرونة. يبقى أنا كده عندي بعبعين في اليوم، هبص عليهم واركز فيهم. غير كده انا تمام جدا. مشروباتي تمام جدا، فاكهتي تمام جدا. كلي فاكهه عادي، بتحبي ايه ثمرتين 3 في اليوم وزعيهم زي ما انت عايزه، ما يجراش حاجه. تمام. يبقى انا كده باخد بالي بس من النشويات، وبمنع مقليات، وبقلل قوي 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 الحلويات. اوكي. وبحاول ان مصدر حلوياتي ومصدر السكر يكون مصدر طبيعي، طبيعي جدا. اوكي. ولو اتزنقت في يوم وحصل ان انا محتاجه حاجه حلوه، اخد بولة ايس كريم فانيليا من غير بسكوت. تمام. البلح معانا والموز معانا والمانجا معانا، مفيش حاجه من الحاجات دي مش معانا. كلي فاكهه عادي، اي حاجه خلقها ربنا تمام. بس كده. اشربي ميه كتير، اتحركي ازيد، حاولي تمشي كل يوم 20 دقيقه. ما قدرتيش يبقى حاولي توزعي، انه مثلا يبقى 3 ايام في الاسبوع. حاولي انها تبقى مره نص ساعه ومره ساعه الا ربع ومره ساعه. اتمشي. المشي كمان حلو للنفسيه جدا. يلا بينا. يلا.